هذا اليوم الخاصة بالعمليات التلقائية. التفاعل التلقائي هو التفاعل الذي يحدث من تلقاء نفسه عند ظروف معينة من درجة حرارة وضغط أو تركيز. العمليات التلقائية هي أي عملية فيزيائية أو كيميائية تحدث من تلقاء نفسها عند ظروف معينة دون تأثير أي عامل خارجي. العمليات اللا تلقائية هي العمليات التي لا يمكن أن تجري بشكل تلقائي عند ظروف معينة. بالكتاب منطينا أمثلة على بعض العمليات التلقائية وغير التلقائية، وغالبا هذه الأمثلة تجي بشكل فراغات بالامتحانات وحتى بالوزارة يجتي فراغات. أمثلة على العمليات التلقائية واللا تلقائية: أولا، سقوط الماء من أعلى الشلال تلقائي ولكن صعوده إليه مستحيل. ثانيا، انتقال الحرارة من الجسم الحار إلى الجسم البارد تلقائي ولكن عكس ذلك لا يحدث مطلقا. 3، ذوبان قطعة السكر تلقائيا في كوب القهوة ولكن السكر المذاب لا يتجمع تلقائيا كما في شكله الابتدائي. 4، انجماد الماء النقي تلقائيا تحت الصفر السيليزي وينصهر الجليد تلقائيا فوق الصفر السيليزي عند ضغط 1 atm. 5، يصدأ الحديد تلقائيا عندما يتعرض للأكسجين والرطوبة أو الماء ولكن صدأ الحديد لا يمكن تحويله إلى الحديد تلقائيا. 6، تتفاعل قطعة الصوديوم Na بشدة مع الماء مكونة NaOH وهيدروجين H2 ولا يحدث العكس. 7، يتمدد الغاز تلقائيا في الإناء المفرغ من الهواء ولكن تجمع جزيئات الغاز جميعها في وعاء واحد يعد عملية غير تلقائية. ملاحظات: يلاحظ في أغلب التفاعلات التي يرافقها انخفاض في الطاقة أي الانثالبي هي تفاعلات باعثة للحرارة تحدث تلقائيا عند الظروف القياسية. مثال: تفاعل احتراق غاز الميثان CH4 زائدا 2O2 نحصل على CO2 زائدا 2H2O. الدلتا HR نوت سالب 890 كيلو جول على مول. معادلة اتحاد أيونات الماء لتكوين جزيئة الماء H موجب زائد OH سالب ينطينا H2O. دلتا HR نوت تساوي سالب 56 كيلو جول على مول. ملاحظة ثانية: علل لا يمكن تعميم الافتراض أن أي تفاعل تلقائي يجب أن يكون باعث للحرارة. هذا طبعا تعليل وزاري ومهم. الجواب: بسبب أن هنالك بعض التغيرات الفيزيائية والكيميائية تكون ماصة للحرارة وتحدث تلقائيا. مثل تفكك ملح كلوريد الأمونيوم بالماء NH4Cl صلب ينطينا NH4 موجب أكياس محلول مائي زائدا Cl صلب أكياس محلول مائي والدلتا HR نوت موجب 14 كيلو جول على مول. علل بعض العمليات تحدث تلقائيا. الجواب: جميع العمليات التلقائية يرافقها انخفاض في طاقة النظام الكلية. طاقة أقل تعني أكثر استقرار، أي أن الطاقة النهائية أقل من الطاقة الابتدائية للنظام. سؤال 24 من أسئلة الفصل: ماذا نعني بالعمليات التلقائية؟ وضح ذلك ثم أعط مثالين لكل من العمليات التلقائية والغير تلقائية. العمليات التلقائية هي أي عملية فيزيائية أو كيميائية تحدث من تلقاء نفسها عند ظروف معينة دون تأثير أي عامل خارجي. ومن أمثلة العمليات التلقائية سقوط الماء من أعلى الشلال وذوبان قطعة السكر، وعكس تلك العمليات أي صعود الماء إلى أعلى الشلال وتجمع السكر إلى شكله الابتدائي هي عمليات غير تلقائية. سؤال 25: أي من العمليات الآتية تلقائية وأيها غير تلقائية؟ أولا، ذوبان ملح الطعام في الماء، طبعا هاي العملية الجواب تلقائي. ثانيا، انتشار رائحة العطر في الغرفة بعد رفع غطاء قنينة العطر، طبعا عملية تلقائية. 3، فصل الهيليوم والنيون عن مزيج من الغازات، جواب غير تلقائي. طبعا يصعب بالصورة التلقائية، اعتيادي لازم تستخدم طرق خاصة للفصل، فلذلك تكون العملية غير
تلقائية.